اول فقره جمدان للفايبر راندي اورتن في ماندي نايت رو، فقره مهمه وجامده جدا لسيس فريكي رولينز ودرو ماكنتاير، وعرفنا اخيرا ان كامورا كان قصده على مين، وكانت صدمه جامده جدا. وجي اوسو باع البلاد لاين في ثانيه، ده انت لو رومان رينز مسكك هيعلقك. ودومدوم وجي دي كانوا علقه النهارده من اللي قلبك يحبها. واخيرا البيست ان ذا وورلد سي ام بانك في ماندي نايت رو. Give me a hell yeah! Acknowledge me. فتحنا العرض بدخول الفايبر ذا ليجند كيلر راندي اورتن. قسما بالله كاريزما وجمال ودلال، تحس ان راندي اورتن بالع بروك ليزنر. ما شاء الله، ايه الفورمه الجامده جدا دي؟ جاي من اصابه ده ولا جاي من اليو اف سي يا جدعان؟ قسما بالله صعب تلاقي مصارع تاني زي راندي اورتن، صعب. كاريزما وفخامه النهارده في دخلته كانت حاجه عظمه، مش قادر اعدي دخلته بتاعت النهارده والله العظيم. المهم دخل راندي اورتن والجماهير طبعا كانت بتزغرط من الفرحه وهتافات بقى وتشجيع من اللي قلبك يحبهم. وفي الاخر مسك المايك وقال: يبدو ان في ناس منكم كانوا مفتقديني، انا رجعت وهفضل موجود على قد ما اقدر. Ladies and gentlemen, Welcome to Monday Night Raw. انا غبت فتره كبيره مش كده؟ الوقت اللي انا كنت غايب فيه ده خلاني اقعد افكر في كل الانجازات وكل البطولات اللي انا خدتها، وانتوا سمعتوا الكلام ده كتير قبل كده، وانا مش عاوز اتقل عليكم يعني لانهم كتير جدا. لكن في حاجه واحده بس اللي انا عمري ما كنت عملتها قبل كده، وهي مباراه الوور جيمز. عشان كده لما صديقي الامريكان نايت مير كودي رودز لما اتصل بيا كنت لازم ابقى موجود. وفي سبب تاني برضه في اني كنت موجود في الوور جيمز، وهو لان اللي اخترع مباراه الوور جيمز دي هو ابو كودي رودز الامريكان دريم داستي رودز. وفكره انك تلعب المباراه دي ده معناه انك هتكون جزء من تاريخ مصارعه المحترفين. هو ده كل الموضوع. ولكن انا رجعت برضه عشان انا عندي بعض الاعمال الغير مكتمله اللي لازم انجزها، والعمل الغير مكتمل ده ليه علاقه With the bloodline. بالبلاد لاين. انا صنعت حياتي المهنيه من خلال ان انا برمي الناس على الرف لاكتر من 20 سنه، عشان كده انا ممكن اسامح لكن انا لا يمكن انسى ابدا. والهدف من كل ده هو ان انا جالي شنطه فيها شويه وصولات للبلاد لاين، لكل عضو في البلاد لاين. ولما اقول كل عضو في البلاد لاين يبقى قصدي على كل عضو فيهم. ودلوقتي اعتقد ان انتوا عارفين الوصولات دي بتتسدد ازاي. الوصولات دي بتتسدد على شكل رساله مكونه من 3 حروف، وهي الاكثر تدميرا في تاريخ الدبليو. لا هي الاخطر والاكثر تدميرا في عالم مصارعه المحترفين كلها. اوبا، يعني راندي اورتن مش ناس البلاد لاين واللي عملوه فيه. معنى الكلام اللي هو قاله ان البلاد لاين حسابهم تقل جدا، وكل عضو فيهم بقى ليه رصيد جامد جدا معاه. ولما قعد ياكد على كل عضو في البلاد لاين، جاي اوسو فكر ان هو من ضمنهم، وهتشوف عمل ايه في الاخر. المهم راندي اورتن بيقول ان طريقه تسديد الوصولات دي هيكون من خلال الاركي او، وشكلنا داخلين على جمدان الفتره الجايه جدا. اجهز لي بقى كده وخد اجازتك عشان انت ليلتك مش فايته الفتره الجايه. المهم وهو واقف دقت موسيقى رير ريبلي. انا مش فاهم انت عاوزه ايه، سارحه ورا كل واحد في الشركه ليه؟ انا مش فاهم. ماشي ما علينا. ويلكم باك راندي. قدمت اداء جامد جدا في سرفايفر سيريز، بس ما كنتش متوقعه خالص ان انت شخص بيقدم خدمات للاخرين، او انه يتعاون مع شخص كان هيقضي على حياته المهنيه، او ان انت تاخد الضجه الجامده اللي انت خدتها بعد غياب 1.5 سنة بالشكل المبالغ اللي احنا شفناه ده. لكن استنوا ما تفهمونيش غلط، انت شكلك بقى اخطر من اي وقت تاني اصلا، ومش هتبقى حاجه حلوه لو ضيعت كل ده، لان شكلك لسه ما خدتش بالك ان المشهد اتغير هنا. البلاد لاين خلاص وقعوا، والجادجمنت دي هم اللي صعدوا كقوه مهيمنه ومسيطره في الدبليو دبليو اي. اما بالنسبه للي حصل لنا في الوور جيمز فعادي، كانت مجرد عرقله بسيطه في الطريق وهنقوم منها. لان الحقيقه يا راندي هي اننا كلنا بننقط ذهب. انا مسحت الارض بزيو ستارك في مباراتي، وماي ديرتي دومدوم هو بطل الانكس تي نورث امريكا. اما فين بالور وديميان بريست فهم ابطال التاك تيم. ولولا وجودك ودخلتك يا راندي لكان زمان دلوقتي ديميان بريست هو بطل العالم للوزن التقيل. انت جيت هنا وعملت كل الاعداء دي حواليك، اعداء هيخلوا حياتك كابوس. عشان كده فكك من التركيز على البلاد لاين، عشان انا بحب البلاد لاين، واحنا اللي هننجز المهمه دي وهنطردك من هنا للابد. والجماهير بتطالب باركي او على ريا ريبلي. كان نفسي فيها والله تحصل عشان انا اتخنقت منها، بس للاسف يعني
انا كنت على اتصاله وبشوفه وبتفرج على اللي بيحصل، لاني كنت بره المكان لمده سنه ونص، وكل اسبوع ريا ريبلي ريا المامي راحت، المامي جت، هي دي المامي مش عارف ايه. بس دلوقتي خمني كده ايه اللي حصل. Daddy's back. البابي رجع. بتقول ان في حاجات كتيره اتغيرت. تمام، صح جدا، معاكي حق في كل الكلام ده. من ساعه ما انا غبت وفي حاجات كتيره جدا اتغيرت، عندك حق يا ريا في الكلام ده. بس الشيء الوحيد اللي ما اتغيرش واللي لا يمكن ابدا نيفر انه يتغير هو اني طالما موجود هنا فما فيش حد يقدر يقول لراندي اورتن ايه اللي المفروض انه يعمله. راندي، انا حاولت ان انا احذرك، حاولت اديك عذرك، لكن انت دلوقتي خليتنا بقينا اعدائك. وقام عيالها راحوا جايين هاجمين على راندي اورتن ونزلوا دب فيه، بس مفيش 5 ثواني وراندي اورتن عكس الهجوم وكان لسه هيعمل لدمدم الدي دي تي، قام جيدي ماجدولا طلع في واحده اركيو. يا اقفل لي يا ابني العرض على كده خلاص. شوف جبرت على كده والله خلاص. يا كاتب التاريخ سجل احلى اركيو جيدي ماجدولا عندك هنا. دخلت التاريخ يا ابني خلاص. يا بتغسلني من جوه والله العظيم الاركيو. راحه نفسيه يعني مش هقول حاجه تاني غير كده، مرتاح نفسيا. استنى يا دمدم يا غبي، انت ما تمشيش النهارده من العرض، لاني بمجرد ما هنزل من هنا هروح ادور على ادم بيرس وهخليه يحطك معايا 1 لواحد الليله. يا نهار اسود ومنيل، الحقيني انا اللي لبست في الاخر. معلش يا حبيبي، ربنا يستر طريقه. رياكشناته وخضته كانت ضحك جدا ورب الكعبه، اللي هو احنا يا مامي ما اتفقناش على كده. حرفيا دمدم دلوقتي ما يجيش عضله في راندي اورتن اساسا بعد ما بلع بروك ليزنر. المهم انتهت الفقره الجامده قوي دي على كده. قسما بالله الواحد ما استمتعش بفقره مختلفه وجامده جدا زي دي من زمان جدا. بس برضو الجادجمنت دي لازم تلاقيهم في الفقره الافتتاحيه، لازم يعني مش فاهم في ايه. المهم ان بكده واضحه وضوح الشمس اهي ان راندي اورتن الفتره الجايه داخل في عداوه مع الجادجمنت دي، وهيفضل يدب فيهم شويه لحد لما يخلص منهم ويوصل للبلاد لاين. عموما الفقره دي كانت حلوه جدا والله العظيم بدون مبالغه يعني، والعداوه دي حلوه برضو، انا حبيتها بصراحه وحاسس اننا هنشوف فيها جمدان وعظمه الفتره الجايه. وديها 10 من 10 ما فيهاش كلام. بعد كده بقى بيطلع الامريكان نايت مير كودي بي. طلع كودي وقعد يتكلم عن انهم فازوا في الور جيمز، وقعد يشكر راندي اورتن على انه لبى دعوته وجه ساعدهم في الفريق، وقعد يتكلم كتير عن ان راندي اورتن صاحبه من زمان وهو بيحبه وليه ذكريات معاه، وان راندي اورتن ساب له ديميان بريست في الاخر عشان يعمل له كروس رودز ويثبته وهو اللي ينهي المباراه، عشان المباراه دي بالنسبه له مش اي مباراه، دي مباراه ابوه. But in my dad's match. خلاص يا كودي ما تعيطش، احنا دمعتنا قريبه يعني مش كده. المهم بعد كده رحب بعوده سيم بانك، وبعد كده اعلن ان هو اول واحد هيشارك في مباراه الرويال رامبل في 2024. ده كل اللي قاله كودي رودز بالظبط. المهم كان لسه هيكمل كلامه، قامت الحلبه كلها ضلمت. يا راجل هو ده اللي انت عمال تلمح له كل الفتره اللي فاتت دي؟ طب ما هو كان قدامك يا ابني من بدري، ده انت روشتنا وطلعت عينينا يا اخي، ما كان قدامك اهو. لا بس بجد حركه صايعه جدا من تريبل اتش، خلى العالم كله يفكر انه بيلمح لسيم بانك، وفي الاخر طلع حد غير متوقع تماما يعني. المهم ظهر على الشاشه وقال له انا كنت مستنيك اسبوع ورا التاني بس انت ما جيتش فقلت انا اجيلك، وبيلف وراه كودي رودز لقى ناكامورا بيبخ عليه عصير فراوله. ايه يا كودي مالك في ايه؟ ما بتحبش الفراوله ولا ايه؟ شكلك عندك حساسيه منها. شكلك كده. وبس كده انتهت الفقره دي على كده. واحب ابشركم بحاجتين، اول حاجه اننا هنشوف عداوه تعبانه جدا بينهم هما الاثنين، تاني حاجه بان ناكامورا هيدفن بعد العداوه دي دفنه سودا ومنيله ب 60 نيله عليه، لان هو لسه خسران من سيس رولينز وهيخسر برده من كودي رودز في نهايه العداوه دي. من الاخر كودي رودز من هنا للرويال رامبل هو فاضي ما ورهوش اي حاجه خالص، فدي زي ما تقولوا ايه عداوه تسليكيه كده يشغلوا بيها كودي رودز من هنا للرويال رامبل يعني، بس مش اكتر. فانا عن نفسي بصراحه مش حابب العداوه دي، بس قشطه خلونا نشوف ممكن يحصل فيها ايه، بلاش نحكم من دلوقتي. فقره كانت حلوه لانها كانت غير متوقعه، انا عن نفسي اتصدمت لما طلع ناكامورا على الشاشه، والله انا قلت ان الاجواء بتاعت الضلمه دي في الاخر العم هودي هو اللي هيدخل علينا، بس طلع لا يعني. ودي الفقره دي 8 من 10. بعد كده بقى بيطلع سيس فريكن رولينز على الحلبة بلبس شبه رجالي شوية. المهم طلع ومسك المايك ورفعه للجماهير كده على اساس ان هم هيغنوا اغنيته يعني كالعادة، بس لقينا الجماهير عمالة تستفزه وتهتف لسي ام بانك. ساعتها سيس رولينز اتعصب واتضايق كده وقال لهم كمان زيدوا، بس انا ما عنديش وقت اضيعه او طاقه اهدرها في الكلام عن المنافق ده، عشان كده بدل ما نتكلم عن شخص ملوش اي 30 لازمه، ليه ما نتكلمش عن حاجه اكتر اهميه من كده؟ ليه ما نتكلمش عن اللقب اللي فضلت محافظ عليه خلال ال6 شهور اللي فاتوا دول؟ انا في الور جيمز حسيت بشعور جميل جدا بعد ما فزنا، لكن بعد كده حسيت ان انا عاوز ارجع اكون بطل قتالي يلعب على اللقب من تاني. عشان كده رحت لادم بيرس النهارده قبل العرض وقعدنا نتكلم عن الشخص اللي هيبقى
عدى 48 ساعه من سرفايفر سيريز، بس كانوا 48 ساعه مجنونه. الناس في كل حته عماله تتكلم عن اللي حصل جوه الحلبه واللي بره الحلبه. بس قبل اي حاجه كده، بس في الاول عاوز اسلم عليك وهنيك على الفوز في الوور جيمز. الجادجه من دي قالوا لي انهم عندهم خطه رئيسيه وهيقدموا لي جاي اوسو على طبق من فضه، بس لا عرفت اخد جاي اوسو، وشكل كده كانت خطتهم المتخلفه دي انهم يخسروا. عشان كده خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا دول ادركت ان انا لازم ارجع اركز من تاني وارمي جاي اوسو ورا ظهري، واركز على اللي اهم من جاي اوسو، والاهم منه هو بطوله العالم للوزن التقيل اللي هناك دي. ودلوقتي هل فاكر اللي انت قلته لي قبل ما نلعب مباراتنا في كراون جول؟ طبعا فاكر، قلت لك ساعتها لما افوز عليك مش هيبقى قدامك حد تلومه غير نفسك، وقلت لك ان ده هيكون افضل حاجه هتحصل لك على الاطلاق، صح كده ولا ايه؟ تمام، وانت كان عندك حق بنسبه 100% في كل اللي قلته. ما قداميش حد الومه غير نفسي على خسارتي في كراون جول. واظن ان انت فاكر لما كنا في الحلبه وكنت انا جاهز ساعتها ان انا اعمل لك الكليمور واخلص عليك، بس لما لقيتك بتتألم جالي شويه تعاطف ورحمه معاك. مش عارف ليه الاحساس ده جالي ساعتها، يمكن عشان بنتك اللي كانت بتشوفنا ورا الكواليس، وساعتها مسكتك من وشك وقلت لك خلاص الموضوع انتهى. بس انت عملت ايه ساعتها؟ ضربتني على وشي، وانا كنت استحق الضربه دي فعلا، لان الخساره دي كانت عليا انا. وساعتها انا عرفت اني بعوم مع اسماك قرش، ولازم اكون انا اكبر قرش وسطهم. انتهى التعاطف، انتهت الرحمه، رميت جاي اوسو ورا ظهري، وانا جاي لك دلوقتي عشان لقب العالم وعاوز مباراه الاعاده. درو، في حاجة واحدة كنت دايما بحترمك فيها، وهي انك صادق، وعشان كده انا كمان هكون صادق معاك. اعتقد ان انت تستحق فعلا مباراة اعادة، بس المشكلة هنا ان انا لقيت ان في شخصين يستحقوا فرصة على اللقب اكتر منك بشوية، وهو ده سبب خروجي ليكم دلوقتي. انا قابلت ادم بيرس الليلة، وكنت عاوز اقول لكم ان انا الاسبوع الجاي هدافع عن بطولة العالم للوزن التقيل على الهواء مباشرة في ماندي نايت رو. تمام ماشي، انت البطل وانت اللي في ايدك تعمل كل حاجه، بس هل عندك مانع في ان انا اسالك هتلعب مع مين المباراه دي الاسبوع الجاي؟ درو، الاسبوع الجاي هدافع عن بطولتي ضد جاي اوسو. درو، الموضوع ده مش اوه يا ساتر يا رب، يا نهار ابيض على الضربه. دماغ درو ماكنتاير اتفتحت ونزلت دم بعد الضربه الغشيمه الجامده دي. لا 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 لا، اتغشم عليه بجد في الضربه دي لدرجه ان دماغه اتفتحت قسما بالله. امال سيس رولينز حصل له ايه؟ ده زمانه جاله ارتجاج في المخ يا جدع. وبعد كده مسكه وهو في قمه غضبه منه ونزل دب فيه، اللي هو انا ما عنديش مشكله تلعب ضد اي حد تاني، لكن تبدي جاي اوسو بالذات عليا لا. قام في اللحظه دي دقت موسيقى جاي اوسو، وهما الاثنين قاموا رزعوه دبل سوبر كيك خرجوه بيها بره الحلبه. وفضل درو ماكنتاير واقف متضايق جدا من اللي حصل ده. وبعد كده جاي اوسو مسك اللقب وكان بيلمع في عينه، بس ده في الاخر لسيس فريكن رولينز. وانتهت الفقره الجامده جدا جدا دي على كده. مبدئيا هي الفقره بشكل عام كانت حلوه جدا وكل حاجه، بس كان في بعض الكلام متخلف جدا. يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا درو؟ انا مش فاهم. يعني ايه انا كنت هخلص عليك في كراون جول بس انت صعبت عليا بسبب بنتك؟ يعني ايه؟ مش فاهم، احنا هنهزر يعني ولا ايه؟ والمره دي بقى مفيش لا تعاطف ولا رحمه ولا اي حاجه، ده حرفيا اي كلام بيتقال عشان يرجع للمنافسه من تاني، بجد والله اي كلام. السؤال هنا بقى هو ايه اللي جاي لدرو ماكنتاير؟ هل هيفضل يقعد كده يرازي في سيس رولينز وسامي زين وجي اوسو وكده يعني، ولا هل هيختفي شويه ويرجع ويبقى اجمد من الاول ولا ايه؟ انا مش عارف. اصل اللي انا شايفه بيحصل دلوقتي مع درو ماكنتاير هو ان درو ماكنتاير من السيء للاسوء. خسر قدام جونتر في سامر سلام، خسر من سيس رولينز في كراون جول، خسر الوور جيمز، فاللي هو في ايه؟ هيفضل يخسر كتير كده يعني ولا مش فاهم؟ يا جدعان ده يعتبر ما عندهمش حد وزن تقيل في الشركه غير درو ماكنتاير ورومان رينز وراندي اورتن وبروك ليزنر غايب، يعتبر غالبا ما فيش حد تاني وزن تقيل يعني. انا بصراحه مش عاجبني خالص اللي بيحصل مع درو ماكنتاير ده، لاني شايف انه مظلوم ومهدور حقه. بس عموما زي ما قلت لكم الفقره بشكل عام كانت حلوه جدا، واديها 8.5 من 10. بعد كده بقى درو ماكنتاير ماشي في الكواليس، قام جاله سامي زين. درو استنى، بقول لك يا سامي مش وقتك خالص. لا استنى، انت لازم تسمع الكلمتين دول، لان انا مش عارف ايه اللي حصل لك الفتره الاخيره دي. ايه اللي انت عملته ده؟ ما قدرتش تاخد اللي انت عاوزه من سيس رولينز تقوم مديله بالراس وهو ما كانش جاهز لكده؟ بص، سيس من الواضح كده انه عنده مشكله ضدي، انت مش فاهم انا بعاني من ايه وهتفهم ازاي اصلا. ايه بقى؟ انا مش فاهم انت بتمر بايه. درو، مش انت الوحيد اللي بتعاني من خيبه امل. انت خسرت مباراه بطوله العالم ضد رومان رينز قدام جماهيرك وجمهورك، وانا كمان حصل لي كده. وخسرت بعدها من سيس فريكن رولينز في بطوله العالم، وانا كمان برضه حصل لي كده. كل فشل انت مريت بيه انا كمان مريت بيه وحسيت بكل حاجه، بس الاختلاف بيني وبينك اني لما بقع ما بيأسش وبحاول مره واثنين وثلاثه، لاني عارف في الاخر ومؤمن جدا ان انا في الاخر هكون بطل العالم للوزن التقيل. درو، انت كنت بطل العالم مرتين، وبص لنفسك دلوقتي 300 رطل من العضلات الصافيه النقيه. انت خلاص خدت كل حاجه، انت عاوز ايه تاني؟ انت بتتصرف زي العيال الصغيره المدلعه. درو، انت افضل من كده. عارف
ربما انت عندك حق فعلا، وربما انا محتاج فعلا ان انا اخد بنصيحتك وان انا ابدا من الاول واطلع السلم واحده واحده. عشان كده انا هروح لادم بيرس دلوقتي وهطلب منه مباراه الاسبوع الجاي معاك. اوه ايه التخفيله دي؟ ده انا قلت خلاص عقل وبتاع. المهم سامي زين هنا بيقول له اطلع السلم واحده واحده، انت خسرت من سيس رولينز، فعشان تلعبه تاني لازم تتاهل من تاني ولازم تثبت نفسك، لازم تروح تلعب شويه ماتشات وكده عشان تستحق في الاخر انك تاخد مباراه الاعاده، مش اللي هو خسرت منه في كراون جول جاي دلوقتي عاوز تاخد منه مباراه الاعاده على طول واحنا نقعد نتفرج عليك يعني، وانت اصلا في الاخر كنت بطل العالم مرتين، فانت كده بتتدلع. ده معنى كلام سامي زين. فدرو ماكنتاير قال له عندك حق، انا فعلا هاخد بنصيحتك والعب ماتشات الاول، واول ماتش هلعبه هيكون معاك انت، يلا. وسابه ومشي. بس انا بقى بصراحه اعتقد ان سامي زين هو اللي هيفوز المره دي، لان درو ماكنتاير مغرور وسامي زين بيحاول يخليه ما يبقاش مغرور وكده، بس درو ماكنتاير الغرور متمكن منه، فاعتقد ان لازم سامي زين يفوز عليه الاسبوع الجاي عشان يكسر غرور درو ماكنتاير ده، وساعتها ما يلومش غير نفسه، ونشوف بقى ايه اللي ممكن يعمله الفتره الجايه. بس كده. بعد كده بقى بنلاقي راندي اورتن في الكواليس، فبيجي له جاي اوسو عشان يلحق نفسه. انا قلت اجيلك احسن ما انت اللي تجيلي. انا اول حاجه بس عاوز اشكرك على مساعدتك لينا في الور جيمز، وانا سمعتك النهارده بتتكلم عن وصولات البلاد لاين. بص انا اسف، انا مش عارف ده حصل ازاي مني في يوم من الايام، بس كودي رودز اداني فرصه ثانيه وانا بحاول اتغير واتغيرت فعلا، ويا ريت لو ننسى اللي حصل في الماضي يعني. انا فاهم كل الكلام ده. اسمع، انا كنت بتفرج وكنت متابع وشفت كل اللي حصل خلال الشهور اللي فاتت دي، وشفت ان كل ليله كودي رودز كان بيبقى واقف في ظهرك، وكودي بيثق فيك، وكتير من الرجاله هنا وثقوا فيك، وده بالنسبه لي معناه بص انا في شويه قلق كده، بس خلينا نعدي الماضي ونكون كويسين مع بعض، ولكن انا هتعامل وهكمل اللي لسه ما خلصتوش مع البلاد لاين، وطالما انت بره البلاد لاين. ايوه انا بره البلاد لاين. يبقى احنا كده تمام. بجد ييت. ده انت رومان رينز لو مسكك هيعلقك، ده انت بعتهم في ثانيه يا راجل. راندي اورتن تقيل قوي قوي يا جدعان، ويخوف اي حد برضه يعني، ده كفايه تاريخه بس يعني، لا ورجعته دلوقتي وهو بالع بروك ليزنر كده بالفورمه الجامده دي تخوف اي حد يعني. بس احلى حاجه بقى في الموضوع ده كله ان راندي اورتن هيكمل عداوته مع البلاد لاين، وفي انتظار اليوم العظيم ده هتبقى احلى عداوه ممكن نشوفها في 2024 هي وبتاعه سيس فريكن رولينز وسي ام بانك. بعد كده بقى بنروح لمباراة اورتن ضد الحلوة الامور. ايه ده يا استاذ ممتاز، مالك في ايه اللي حصل لك يا جدع؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما انت اللي طلبتها يا راجل، خلاص طلبتها ونلتها. خش يا حلوة خش، ده انت ليلتك سودا النهارده. اكيد عزوز هنا بيقول له اول ما تشوفه اطلع اجري، اصل هي دي النصيحة الوحيدة اللي ممكن يقولها له يعني، هو خبرة في الموضوع ده. المهم دخل الفايبرز ذا ليجند كيلر راندي اورتن بالجمدان اللي هو فيه ده، وبدات المباراه. يا ساتر يا رب لا اله الا الله. خد بس هنا، خد بس هنا راح فين؟ تعالى دمدم عزوز. انتوا نايمين تموتوا من الضحك انتوا الاثنين ولا ايه؟ والله العظيم معانا يا عم خلصانه. قسما بالله راندي اورتن كاله علقه. انا اول مره اشوفه بيتضرب بالغشوميه دي من فتره كبيره جدا، يمكن اخر مره شفته بيتضرب بالغشوميه دي كان من بروك ليزنر زمان. بجد صعب عليا لا اله الا الله. ايه يا جدعان الرفعه دي؟ ده ورا له فيها برج خليفه من عنده، مش ممكن. ايه الرفعه دي؟ اركن انت بقى هنا كده على جنب يا عزوز، ده انت ليلتك سودا معايا النهارده. يمكن دي اسهل مباراه راندي اورتن في حياته كلها اساسا، كان بيسخن بيها كده يعني. طبعا في الاخر خلصها راندي اورتن بواحده اركيو على ابن ري ميستيريو. كل اركيو احلى من الثانيه والله العظيم. احلى مباراه انا شفتها النهارده، من حلاوتها شفتها مرتين. وطبعا المباراه دي عشان يسخن بيها راندي اورتن يعني وكده، بس مش اكتر يعني، وكانت حلوه جدا جدا. وديها 9.5 من 10. بعد كده بقى بيطلع البيستنز وورلد سي ام بانك وسط تفاعلات وصريخ وهتافات جامده جدا من الجماهير. اول عرض رول سي ام بانك من 10 سنين، دخل المشطشط الحراق مثير الجدل سي ام بانك، والله زمان يا جدع. دخل ومسك المايك وقال يبدو ان الجحيم قد تجمد. وانا قصدي هنا بان الجحيم اتجمد دي معناها ان انا واقف دلوقتي في حلبة الدبليو دبليو اي في ماندي نايت رو مع مايك شغال في ايدي. مؤخرا ابتديت احس بنفسي وترجع لي الثقه من تاني من يوم السبت في سرفايفر سيريس، ودي كانت من ابرز الانجازات في مسيرتي. حاولت ان انا ادور لكم على كلام اشرح لكم بيه اللي انا حاسه بالظبط، ووصلت في الاخر لكلمتين بس، ولكن انا خايف اقولهم بصراحه. مش عشان الكلمتين دول مش صحاح، لا، بس خايف يكونوا مش صح 100%، والناس هتقول ده مش سي ام بانك وكده. ولكن انا اتغيرت، وفي مره علمني الامريكان دريم ان طالما انا بتكلم من قلبي فانا لا يمكن اغلط، لان ساعتها انت بتقول الحقيقه، والحقيقه هي I'm home. انا في البيت.
رجعت للمكان المألوف ليا من تاني، وما كنتش عارف ايه هو هيكون ردة فعلي، ولا كنت عارف ايه اللي هيحصل. بس المكان هنا خلاني احس ان انا رجعت لسي ام بانك بتاع زمان، لان هو ده المكان اللي انا بنتمي ليه، هو ده بيتي. انا مشيت من هنا من 10 سنين، واكتر من 10 سنين انتوا ما نسيتونيش، بالرغم من ان انا كنت بحاول انسى نفسي، بس انتوا كنتوا اقوياء. بلاد كتير جدا في جميع انحاء العالم، والناس اللي بتشوفني في بيتها واللي بيشوفوني في القاعات عمرهم ما توقفوا ابدا عن الهتافات ليا وترديد اسمي. عشان كده انا رجعت لكم عشان انا بحبكم واشتقت ليكم، وانا فاتني كتير قوي. وعاوز اقول لكم ان انا ما اضطريتش ابدا ان انا امشي من هنا، بالرغم من ان هو ده اللي كان الصح. لان في مره كده انا فاكر الوايز مان قال لي ان عشان اقدر اخد كل حاجه انا محتاجها من المكان ده لازم امشي وارجع تاني، وانا كنت كاره اني اقول كده، بس الوايز مان كان عنده حق. وعشان كده انا رجعت دلوقتي، رجعت عشان اخد كل اللي انا محتاجه من المكان هنا، ورجعت عشانكم، ورجعت عشان الناس اللي بتتفرج عليا في البيت. ودلوقتي انا بحاول ادور على كلام يشرح اللي انا حاسس بيه، ولكن مش لاقي حاجه غير الحب. الموضوع بالنسبه لي وكانه لم شمل العيله من جديد. الكل هنا مبسوط انهم شافوني، وكلهم فرحانين، وفي منهم اللي حضني وقال لي مرحبا بعودتك، مرحبا بيك في بيتك، احنا افتقدناك. وبالمناسبه اي جي لي عامله ايه؟ ليديز اند جنتلمان، انا هنا بقول لكم ان اي جي لي كويسه جدا، وهي بتبعت لكم سلامها. كل الناس هنا فتحت لي دراعتها، وانا فاهم كويس قوي ان كل اللي انا عاوزه موجود هنا. المنافسه موجوده هنا، اسبوع ورا التاني هتتنافس انك البيست ان ذا وورلد، لكن البيست ان ذا وورلد ما كانش موجود هنا لمده 10 سنين. وانا عارف ان في ناس خايفه هنا، خايفين من وجود الراجل الاكثر خطوره والاكثر اثاره جدل في مجال المصارعه لما دخل من الباب الامامي الشرعي للقاعه. بس هم ما قدامهمش حاجه يعملوها، ولازم يتصالحوا مع الحقيقه دي، ولازم برضو يتصالحوا مع حقيقه ان افضل جهد ليهم عشان يكونوا البيست ان ذا وورلد في الحلبه دي او على المايك ده، لازم يفهموا ان دي مجرد كذبه. لان البيست ان ذا وورلد رجع من تاني، البيست ان ذا وورلد واقف في نص الحلبه في مانداي نايت رو، واسمه. وبعد كده رمى المايك، وبعد ما رماه لخص كل البرومو بتاعه ده في كلمتين بس: انا هنا مش عشان اعمل صداقات، انا هنا عشان اعمل فلوس. I'm not here to make friends, I'm here to make money. يا راجل طب ما كنت قلت الكلمتين دول من بدري وخلصنا بدل كل الكلام ده. طيب مبدئيا ما زال سي ام بانك جامد على المايك زي ما هو، مفيش اي حاجه اتغيرت، وهو بيقول ان شخصيته اتغيرت، وان كلام بول هيمان كان صح لما بول هيمان قال له لو عاوز تاخد كل حاجه هنا لازم تمشي تعمل حاجه بره وتيجي هنا تاني. وهو بيقول انا ما عملتش كده وما كنتش بمشي خالص، بس لما رجع دلوقتي وشاف كل الجمدان ورده الفعل اللي حصلته في سرفايفر سيريز عرف ان كلام الوايز مان بول هيمان كان صح. فهو بيقول انا اتغيرت وانا في بيتي دلوقتي، معنى كده انه ناوي ما يعملش مشاكل. دي كده حاجه. تاني حاجه اتكلم عن اي جي لي، ودي مراته، وشكله بيلمح كده ان هي هترجع تاني للدبليو دبليو اي، بس ما علينا من المعلومه دي مش مهمه يعني. نيجي بقى للجمدان. نص البرومو الاخير الكلام كله غالبا رايح على سيس فريكن رولينز، لان سيس رولينز هو اللي كان بيقول انا البيست ان ذا وورلد. سي ام بانك دلوقتي بيقول له الكلام ده مش موجود، لان انا دلوقتي رجعت انا البيست ان ذا وورلد، ولازم تتقبل ده. وفي الاخر راح جاي مفجرها: انا جاي هنا عشان اعمل فلوس، مش جاي عشان اعمل صداقات والحب والكلام ده، انا ماليش في الكلام ده، انا جاي اعمل فلوس. كلمه ما يقولهاش غير سي ام بانك، فعلا هو مش فارق معاه اي حاجه، بيرمي الكلام وزي ما تيجي. عموما لسه هنتكلم تاني عن سي ام بانك، بس عشان الفيديو خلاص طول مننا فلازم نقفل يعني. ولكن عموما يعني البرومو كان حلو جدا، وده اصلا اللي كان متوقع يعني، مفيش حاجه كانت ممكن تحصل تاني في اول برومو يعني غير كده، واديله 9.5 من 10. عرض النهارده يا رجاله ما فيهوش غلطه ولا فقره حشو، العرض من اوله لاخره كان جمدان بمعنى الكلمه، حرفيا شابوه تريبل اتش على العرض الجامد الممتع ده، واديله 10 من 10 ما فيهوش كلام. واجمد واحد في العرض بلا منافس هو الفايبر راندي اورتن. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في ماندي نايت رو. قول لي بقى في الكومنتات انهي فقره عجبتك من فقرات العرض. انا عن نفسي الفقره الافتتاحيه لراندي اورتن. مستني بعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.